السلام عليكم. النهارده هنعمل مشروب تقدروا تقولوا عليه مشروب الطاقة او مشروب سحري كده، كله فيتامينات وله طبعا تأثير هايل على الشعر والبشرة. يعني حاجة كده كلها فيتامينات حلوة جدا ومغذية، وكمان طعمها حلو. يعني مش دايما الحاجات الصحية بيبقى طعمها وحش، لا، المشروب ده حلو جدا، هتدمنوه لو جربتوه. بس قبل ما ابدا، انا اسمي ايمان. لو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه وشيروا لايك لو الوصفه عجبتكم. انا جهزت كده كل المكونات اللي هستخدمها. أنا معايا نص كيلو من الفراوله، ومعايا كمان واحده من البنجر، ومعايا تمر وبرتقان، فصص الرمان وهغسله وهصفيه، وكمان هقشر البرتقان اللي معايا. انا هحتاج نص واحده، ممكن تحطوا واحده كامله لو حابين. البرتقان لازم لانه فيتامين سي بيساعد الجسم على امتصاص الحديد. هحضر بقى كل المكونات جنبي كده واجيب الخلاط. هحط فيه المكونات كلها دفعة واحدة. حطيت نص كيلو من الفراولة، واحدة بنجر مسلوقة ومتقشرة، اي عدد فردي من التمر من 3 او 5 او 7 زي ما تحبوا، وكمان حطيت الرمان والبرتقال. هنضيف بقى عليه كوباية ونص من المية، من كوباية ونص لكوبايتين. وبالنسبة للتحلية ممكن تضيفوا عليها عسل أو سكر. طبعا السكر نسبي، يعني ممكن معلقة أو 2 زي ما تحبوا، أو ممكن تكتفوا بحلاوة التمر مع الفواكه وما تضيفوش أي تحلية. يعني طبعا انتوا هتضربوه في الخلاط كده كويس جدا عشان الرمان وكل الفواكه كده تتطحن مع بعض وتدوقوا. ولو محتاجين سكر تاني تضيفوا حسب طبعا الرغبة. المهم بقى ان احنا بعد ما نطحنه كويس جدا لازم نصفيه عشان بذور الرمان او اي قشور للتمر او حاجه. يفضل بقى ان احنا نصفيه بمصفى ضيقه. انا نقلته بقى في طبق اكبر لان الكميه كانت كبيره، وعلى طول كده بحطها في الكوبايات ونشربه وهو فريش. وزينته كمان بكام واحده من الفراولات كده علشان يبقى شكله حلو. زي طعمه لذيذ جدا، هيعجبكم. جربوه وقولوا لي رايكم، وبألف هنا وشفا.